مرحبا أعزائنا المتابعين. ما هو مجلس الاقتصاد والزراعة؟ سنتعرف اليوم من خلال المادة 105 من العقد الاجتماعي على مجلس الاقتصاد والزراعة. يتشكل من ممثلي المؤسسات الاقتصادية، اتحاد وجمعيات الفلاحين، ومربي الثروة الحيوانية، غرف التجارة والصناعة، اتحاد الحرفيين ومراكز البحوث، وممثلي الكليات المختصة، المهندسين والبيطريين، المهندسين الزراعيين. يقوم بتطوير وتحقيق النظام الاقتصادي للمجتمع الديمقراطي الكونفدرالي. يعتمد الاقتصاد البيئي والتشاركي والاقتصاد المجتمعي أساساً، يناهض كل أنواع الاحتكار ويعمل على تطوير مبدأ ومفهوم تشاركية الطاقة، الأرض، الماء. يقوم بافتتاح الأكاديميات التي تؤهل الكادر الاقتصادي. يقوم بتأسيس التعاونيات التي تحقق الاقتصاد التشاركي. يطور المشاريع في مجال تأمين المصادر للواردات والاستثمارات. يعمل بشكل منسق مع هيئات ولجان مالية لفتح المجال أمام استثمار المال في مجال الاقتصاد المجتمعي. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.